ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الأرض شوف شلون صارت. الحمد لله والشكر الصراحة. هذا الأرض اللي نبيه إن شاء الله أن تكثر في منطقتنا وتصير أشجار كثير نفسها. عندنا الطلحة هذه عمرها 2.5 سنين. الساق طبعا احنا قلبناها. الساق اللي تشوفونه هذا بدأ يعترض ويصير تقريبا مقارب للساق اللي تحت. فالعمر 2.5 سنين تقريبا ذي بإذن الله أنها تسوق فوق. إذا ساقت طول عمركم الطلحة خلاص انتهت، لكن تقليم حاليا ضروري. الله يطرح البركة إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الأرض شوف شلون صارت. الحمد لله والشكر الصراحة. هذا الأرض اللي نبيه إن شاء الله أن تكثر في منطقتنا وتصير أشجار كثير نفسها. وعندنا السدرة هذه عمرها تقريبا ما يقارب 8 شهور. طبعا السدر تحمل أكثر من الطلح. الله يطرح البركة في اللي زرعناه بشكل كامل. باقي يصور لكم هو شجرة الأرض في المنطقة اللي خلفي بالضبط. هذه نفسها، هذا اللي سحبت عليها ما سقيتهن إلا مرة واحدة فقط. 7 أو 8 هنا كلهن حيات. بصور لكم على واحدة. طبعا صور اللي بنزلها صور مو فيديو. طبعا هذا الغاف الخليجي أكثر أغصانه ميتة، وفي بعضهم يقول لك هذا ميت، لكن طلع أن الغصن هذا اللي تشوفونه تحمله ما شاء الله تبارك الرحمن مشابه للطلح. فأنا أبغي أثبت للناس كثيرة أن الغاف الخليجي يتحمل بيئتنا، وهو فعلا يتحمل بيئتنا. زرعوه الخليجيين أكثرهم ومنهم الإمارات، وحنا بادين نزرعه. وفي منطقة الشرقية كثير من الأشجار هذه اللي تشوفونها اللي هو الغاف الخليجي. دائما أنا أنصح فيه، وخاص في المدن وخاص حق البلديات. يعني البلديات ينفعهم لأنه قليل يشرب ومنظره جميل.